السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب، اليوم حلقة جديدة من تربية الدجاج في الأرياف العراقية. طبعا اليوم ما عندي شي أخلي بيه علف، جبت هاي وهذا لقيتها، فراح أخليها علف حتى طبعا جاي انتظر الأكل. واحد، اثنين. طبعا شباب جهزنا الأكل، هاي الكمية تكون زينة. هسه راح أروح نطيب الماء. طبعا شباب دنينا الحكمية، تعا 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 تعا. طبعا هذا الصوت هو يعني تعالوا. هذا الأكل. طبعا أنا استخدم هسه أعلاف تاج وباج، هي زين الدواجن جربتها ما شاء الله، تنطي نمو سريع ونشاط ما شاء الله. طبعا في قسم كبير ما أجمل بعد. شلون هاي هسه من جدتي. تعال 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 تعال. طبعا شباب باليوم انطيهن وجبتين، ما انطيهن كثار لان هن متعودات يسرحن بالطبيعة، فيلقن الدود الاشياء الموجودة بالطبيعة، يعني مثلا العشب، اي شيء موجود بالطبيعة هن ياكلنه. فيعني متعود ما انطيهن اكثر من وجبتين باليوم. هاي الوجبة انطيهن هاي الوجبة، ووجبة ثانية اللي هي من اكل البيت. من اكل البيت انطيهن وجبة مال علف. علف هذا بيه بروتينات وبأشياء مفيدة إلهن، وتخليهن بيضن وتزود الإنتاج. فهيج الشباب اللي مهتم بهاي المواضيع واللي يحب هيج فيديوهات خليه يشترك بالقناة، وإن شاء الله راح أنزل لكم بشكل مستمر هيج مقاطع تستفادون من عندها معلومات عن تربية الدجاج العرب، الكويتي الأصلي والعراقي الأصلي والسعودي، وحتى عندي الأوشام الألماني. هاي وحدة عندي بقت عندي، كان هواي والله بس ماتت بسبب إنه يعني كان عندي دوام وهيج، فما قدرت أهتم بهم بشكل صحيح. خلينا ننادي الأفراخ ونجيبهم، ناكل الأفراخ بعد ما أكلنا. الشباب يمكن من زاوية التصوير أحسن. هاي طبعا الكمية كانت ضعف ذنها، يعني كان تقريبا بيهن والله يمكن بالخمسين ما بين دجاجة وديج. طبعا شباب أنا أحكي باللهجة العراقية، يعني إذا أكو عرب يتابعونا خلي يكتبون لنا بالتعليقات حتى إنه هيك أحكي فصحى، حتى اللي ما يفهم يفهم علينا. شباب أتمنى تدعمون القناة بلايك واشتراك، تعليق حلو مثلكم حتى نستمر. إذا تحبون هيك مقاطع أسوي لكم مقاطع عن تكيك الدجاج، تفقيس البيضات، فقاسة وشلون يفقس أفراخ وهيج، تربية الأفراخ وشلون طريقة الاهتمام بيهن، والاهتمام بالكوار، الاهتمام بالمريض، الاهتمام بأي شيء. اكتبوا لي بالتعليقات أي شيء تريدون تستفسرون عن هذا الموضوع. أنا من زمان، من عمري 7 سنوات أنا بهاي الشيء، أنا أحب يعني هواية، مو إنه شيء عايش عليه بس هواية. عندي هذا القفص هاي. أتمنى تكونوا يعني جالسين تستمتعون معايا، ما أعرف إذا جالسين تستمتعون أو لا. راح نبقي قلنا للأفراخ، لأن الأفراخ ما جاي يجي، ما أدري وين.
خاتلات. شوي ونرجع لكم.